قبل ما نبدأ أعترفك بذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله. النادي الأهلي دخل في مفاوضات لضم محمد الضاوي الشهير بكريستو هداف النجم الساحلي، ويحتل الضاوي صدارة ترتيب هدافي الدوري التونسي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف وصنع هدفين في 6 جولات. والنادي الأهلي يرغب في ضم اللاعب للانتقالات الشتوية القادمة. واللاعب محمد الضاوي يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخلاف الأهلي بعد تألقه مع النجم الساحلي. يمتد عقد اللاعب مع النجم الساحلي حتى 2025. وخاض الضاوي إجمال 30 مباراة بقميص النجم الساحلي ولم يلعب للمنتخب التونسي قبل كده. ويذكر أن النادي الأهلي له مستحقات متأخرة لدى نادي النجم الساحلي بسبب غرامة كلوبالي التي تقدر بحوالي 475 مليون دولار، وده بيعمل ورقة ضغط على النجم الساحلي لإتمام الصفقة، والنادي الأهلي هيتنازل عن القسط في حالة إتمام الصفقة. كما أن مشكلة كلوبالي جعلت العلاقة بين النادي الأهلي ونادي النجم الساحلي قوية.